كلها يوم بالظبط ورمضان هي اللي علينا، فرمضان كريم وكل سنه وانتم طيبين. كل الناس بتستناه الا العبد لله. ليه بقى؟ لله والواحد بيتسوح في الاكل. بس ده مش موضوعنا. اللي جاي اتكلم فيه حاجه بتاذيني كل سنه، كل مره بتحصل بنفس السيناريو، نفس السيناريو ما بيتغيرش. اللي هو رمضان جه فبتبتدي الناس كلها تفرط في كلابها. كله يقول لك اصل تربيه الكلاب حرام، فيبتدي ايه؟ يعرض كلبه للتبني، بيبيعوا باقل سعر او يسربوا في الشارع. تخيل عشرة عمرك من الكلب بتفرط فيه بكل سهوله عشان شهر واحد في السنه، وعشان انت مصدرك او معلوماتك انت مش فاهم الكلب ليه حرام او ليه اصلا اتحرم. فانا في الفيديو ده هفهمك انه تربيه الكلاب مش حرام، او عامه الحيوانات كلها ما فيهاش حاجه اسمها حرمانيه او الكلام ده كله. مفيش حاجه موجوده او مخلوقه ليها ضرر او ليها مشكله يعني من محرمات، وهقول لك ليه الاسباب جت ازاي. في الاول لما كنت بتسال كانت ناس كتير دايما تقول لي ايه هي الكلاب تربيتها حرام ولا حلال؟ التجاره في الكلاب حلال ولا حرام؟ فكنت دايما اقول لهم انا مش اهل للكلام ده، يعني انا مش عارف الحوار ده، فما ينفعش افتي بحاجه انا ما اعرفش فيها. انا دايما كده، الحاجه اللي اعرف فيها افتي فيها، ما اعرفش فيها بقول ما اعرفش بكل سهوله وجدا، يعني اول واحد مصري يعمل كده. بس بعد ما قريت وفهمت الليله فيها ايه، قررت اعمل لكم الفيديو ده. وبما ان خلاص رمضان يوم الخميس الجاي، فخليني اقول لكم في روايتين بتعرفك ليه الكلاب حرام، او ليه ادعى الناس ان الكلاب اقتناء حرام. مع انك لو جيت بصيت في القران فالكلب اتذكر مرتين، واولهم سوره الكهف والقصه الشهيره اللي احنا عارفينها. يعني مفيش اصلا ايه في القران حرمت اقتناء الكلب او قالت عليه انه عليه مشاكل او غيره. تيجي تبص في الاحاديث، طبعا لو سالت اي شيخ اول حديث بيجي في باله اللي هو ايه؟ اللي هو لو اقتنى كلب بينقص من حسناته، يعني اللي هو ايه؟ الحديث اللي هو المشهور، يعني هحطه لكم في الفيديو، اللي هو من اقتنى كلبا بينقص من الاجر بتاعه ما اعرفش قيراطين، حاجه زي كده يعني. مين اللي روى الحديث ده؟ ابو هريره. طب ايه الفكره في ابو هريره يقول كده؟ لان ابو هريره لو جيت بصيت لها اسمه ابو هريره، هريره دي اللي هو الهر ده اللي هو القط، فهو افتى بالحديث ده من العلم. ابو هريره ما حضرش النبي غير سنوات معدوده صغيره جدا، فما لحقش اصلا ياخد منه احاديث، بس هو روى الحديث ده ليه؟ وطبعا قال للرسول ليه؟ لان هو كان بيربي قطط، هو كان دايما بيحب القطط، فعشان كده حتى لقب، يعني اللقب بتاعه ابو هريره، فكان دايما بيحب القطط وبيحب يقتنيهم. فمين العدو الاول للقطط؟ يعني من غير فتي الكلاب. فهو عشان خاطر يمنع الكلاب انها ترخم على القطط بتاعته او اي قطط عموما، فطلع الحديث ده ورواه عن النبي ان هو اقتناء الكلب لازم الكلب تموتوه، وبالذات الكلب الاسود، لان الكلب الاسود عليه مشاكل والكلام ده كله، وبيتشبه بالجن او الشياطين. طبعا ده كلها خرافات يعني. دي اول روايه، يعني اول نقطه تم فيها تحريم الكلب بسبب اغراض سياسيه، يعني هي غرض لمصلحه شخص. تاني روايه برضو هتلاقي الاحاديث، اغلب الاحاديث اللي طلعت كانت طالعه لمصالح شخصيه لشخص معين. انا مثلا عايز حاجه الحاجه المعينه الفلانيه دي، اقول ايه؟ ده حديث والنبي قاله او الرسول قاله، فطبعا محدش يقدر يكذبني وكله هيسكت وهيبتدي ينفذ الامر. طالما اتقال قال الرسول خلاص يبقى كده ما تجادلش بمعنى اصح. الروايه التانيه حتى ذكر فيها ان الكلب الاسود لازم أن تقتلوه بسبب ان اللصوص زمان لما كانوا بيسطوا او على اي مدن، يعني مش مدن اللي يعني زي كوره او خيام او كده، او بيوت اللي هي من الطين او كده، عشان يسرقوها. فكانت اول حد بيعرف ان في لصوص او كده، اكتر حد بينتبه هو الكلب بتاعهم. اي حد مربي كلب، سايب كلب عند منه، مقتني كلب في البيت بتاعه، فكان دايما اول شخص بينبه اصحاب البيت ده من اللصوص دي. فدايما كانوا يعني طلعوا قصه ان هو لازم تموتوا الكلاب دي، وبالذات السودا، لان الاسود ما كانش الكلاب السودا ما كانتش بتشاف في الضلمه، فبالتالي ممكن حد يتعرض انه يتعض، ممكن طبعا يهوى عليه بسهوله، فبيتعرف اللصوص ان في لصوص جايين يعني حراميه يعني. فاهل البلد كانوا بينتبهوا وبيبتدوا ايه؟ من الاخر الخطه بتفشل بتاعتهم يعني. فطلع برضو انك لازم تموت الايه؟ الكلب الاسود او الكلاب عموما، يعني عشان خاطر ايه؟ دول مش شياطين والجن والهبل ده. فدي ادي عندك روايتين. عايزك تحكم عقلك، انا مش بقول لك صدقني، عايزك تحكم عقلك وفكر فيها كده بالراحه، وقول لي
الكلب ليه اصلا حرام؟ هتقول لي بقى نجس، يقول لك بقى اصل شعره نجس وديله مش نجس، اصل لعابه نجس وما اعرفش افرض الكلب ما بيعملش لعاب يبقى مش حرام؟ مش كل الكلاب بتعمل لعاب. فلو جيت بصيت الشيوخ كلها اصلا بتكره كل حاجه، يعني في شيوخ كده ما بيطيقش حاجه، ولا بيطيق موسيقى ولا كلاب ولا ما اعرفش، لو قعدت تقول له اي حاجه يقول لك لا حرام حرام وبتاع. هتيجي الواحد يقول لك لا الكلاب ما فيهاش حاجه. بص للمشكله من شخص محايد ملوش علاقه بده ولا ليه علاقه بده، يعني ولا بيكون بيحب الكلاب ولا يكون شيخ متزمت وبيرخم في اي حاجه وخلاص. دي اول نقطه. زيها بخلافه برضو قصه الخنازير اصلا ما كانتش موجوده في شبه الجزيره العربيه، يعني جيت من ايه تحريمها. فالخنازير برضو زيها زي اي حيوان عادي جدا، بيعيش ويتعايش والعرب اصلا ما كانوش فاهمينه دي، عشان كده برضو طلعت الاحاديث عليه. نفس القصه في البورس، يعني حتى البورس ملوش ذنب في حاجه. يعني لو انت بقى دماغك تعبانه وبتصدق ان في بورس راح عند حفره وقاعد ينفخ فيها هوا عشان النار تزيد، فده يعني ما احنا اكبر من كده، يعني المفروض بقى يعني نحكم عقلنا بقى، احنا في 2023 يعني المفروض الدنيا تبقى ابسط من كده. وضفدع ايه اللي موجود في الصحراء؟ يعني مفيش ضفادع في الصحراء يا جدعان، فحكم عقلك كده بس. رمضان كريم عليكم، قلت الحقكم قبل ما رمضان يجي وحد يصرف الكلب بتاعه. واوعى تفرط في الكلاب دي يا جماعه، احلى حاجه تربيها. انا بتمنى ارجع اربي تاني، واشوفكم الفيديو الجاي.